الست كيدهم مش اي حد جاي على سكتها واكل، يعني اللي رايح واللي جاي، يعني انت ما تجيش تسلم عليها كده وانت مش، وهي مش هضمك هتسلم عليك. لا ما ردش ماشي. السلام. مش عاجبني. عرفت ليه كيدهم؟ مش عاجبني. ايوه يعني. واللي ماشيه في الشارع بتبص لي بصه بجنان. طب انت بتبص لي بجنان ليه؟ انا واحده قاعده على اكل عيشي، انا واحده مش بصنع، انا واحده قاعده على اكل عيشي، قاعده محلي ده اللي انا قاعده عليه باكل منه عيش، معيشني في الحياه، بصرف على اولادي، غنيني عن الدنيا. قعدتي دي مش بالساهل، انا قاعده عشان اكل عيش، قاعده على محلي، قاعده على شقه عمري، انا شغلي اكل عيشي. هو ربنا شخص لي اكل عيشي من هنا، شخص لي اكل عيشي من هنا، عيشي من هنا، فده كله بتاع ربنا. الناس مستكتره على واحده ست تعمل كذا مشروع وتنجح فيه. والله بقى ده قولوا يتكلموا ربنا، دي عطيه من عند ربنا. اكل العيش ده وكوني ان انا بفتح المشروع ده وافتح المشروع ده عطيه من عند ربنا وسند من عند ربنا. طب كيدهم الناس عايزه تعرف انت فاتحه ايه وايه وايه؟ ايه مجالاتك؟ ايه مجالاتي؟ انا مجالاتي شغاله في العقارات، انا شغاله في العقارات. وعندي كافيه بتاعي اللي في النصريه، وعندي جراج برضو بتاعي في النصريه، وعندي كوافير رجالي بتاعي في النصريه. بباشر حاجتي وانا قاعده بنفسي، انا بنفسي. ورحمه الله جدي عليه سايب محل في وسط البلد برضو انا بديره، بتاع العيله وانا بديره، رحمه الله عليه جدي ابو هادي. طب السؤال بقى، نعم، الرجاله اللي تخش تحلق عند كيدهم في الكوافير الرجالي ده كوافير سوداني في الحلقه، مشغله عندي اجانب. حلو. انا مشغله عندي اجانب. حريمهم واخبارهم ايه اللي بيخش يحلق عند كيدهم يقولوا له انا رايح احلق عند كيدهم؟ والله الناس كلها فرحانه ان انا عندي السودانيين، انا بتعامل مع السودانيين، هم اكل عيشي. يعني انا جبت السودانيين ومشغلاهم، المحل ناجح، فاتحه لهم اكل عيش الحمد لله. والناس دي جايه عايزه تاكل عيش وجايه من بلدها متغربه عشان تاكل عيش، انا ساندتهم بفضل من ربنا. حاجه تحسبش. اخبار بقى الرجاله اللي بتيجي تقعد على الكافيه هنا وبتاع، وواحد يقول لمراته انا رايح اقعد عند كيدهم؟ لا، كل واحد داخل عندي بمراته، مراته بتبقى غيرانه عليه، بكلمك بالامان، وتسال الناس اللي بتشتغل عندي. طب نسال بقى كده الناس بيغيروا، ما اعرفش بيغيروا من ايه، من الشخصيه، من القعده. بتبقى قاعده بتغلي في نفسها، بتشرب المشروب وقاعده بتغلي، توشوش يلا نقوم، يقول لها نقعد شويه، تقول له ليه هي عاجبك؟ يروح يجي من عاجباه. انا عاجباه. يروح ويجي من غيرها. طيب بيخاف لا تعرف. تقولي ايه للستات اللي بتغير من بعضيها وبتنفسن؟ ما عندهمش شخصيه، اي ست بتغير ما عندهاش شخصيه، واللي كاتبه ربنا هو اللي هيكون. اختك المعلمه عسليه احنا بنطمن عليها منك وبنبعت لها نقول لها الف سلامه عليكي. اختي والله، اختي بنت بلد وحبيبتي، رجوله حبيبتي. كفايه كده ان هي بتاخدني في حضنها بحنان، بتجيني مخصوص من مكانها، هي بتسال عليا. بنت اصول، بنت اصول، بنت اصول. والنهارده انا كنت منزله صوره ليها على الستوري واحنا الاتنين بنبوس بعضينا، هي قالت لي انا بشكرك ان انت فاكراني ومنزله صورتي معاكي. انت محترمه عسليه كيدهم، انت محترمه ربنا يخليك. انا كني الاحترام للناس اللي بتحترمني، اكيد طبعا، اول واخر. اللي يحترمني احترمه، اللي يقل بيا ببعد عنه، ملوش لازمه في حياتي. شايفه الست المصريه نكديه ولا فرفوشه؟ لا، ساعات في ست نكديه وفي ست فرفوشه. قولي لنا بقى الفرق بين دي ودي. الفرفوشه دي بتستمر في بيتها، بتعرف تربي ولادها، بتعرف تشوف هي عايزه ايه وبتعمله. انما النكديه دي حاطه النكد في دماغها، لا مش هتطلع قدام، مش هتطلع قدام، لان النكد ده بيخلق حاجات كتير.